اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا اهلا. كنا حابين ان احنا نسمع عن تجربه حضرتك في يعني كمستشار النشر الثقافي للولايات المصريه للجيل. اول حاجه التجربه بدات امتى؟ وايه المختلف فيها السنه دي؟ هي التجربة بدأت تحديدا في مايو 2022، بقالنا دلوقتي 4 سنين. والحقيقة طبعا إن دار المؤسسة العربية الحديثة دي دارنا، دار والدي وأخويا الله يرحمه الأستاذ حمدي مصطفى، وابن أخويا الأستاذ مصطفى حمدي. فهي دارنا، هي دار عائلية. أنا طبعا كنت مشغولة طول الوقت في الصحافة والأخبار وكتاب اليوم، رئيس تحرير طبعا في أخبار اليوم. لما تحررت شوية من مسؤولياتي الإدارية والصحفية الكثيرة، الأستاذ مصطفى حمدي هو طبعا الجيل الثالث والقائد حركة الانطلاقة الكبيرة في روايات مصرية للجيل، خاصة السنة دي. دعاني إن أنا أساعده أو إن أنا أشارك في هذه النقلة لروايات مصرية للجيل. طبعا روايات مصرية للجيل تاريخ تاريخ طويل، 40 سنة حاجة 40 سنة من وقت ما بدأها الأستاذ حمدي مصطفى رحمه الله بمشروع القرن الثقافي، اللي طبعا احنا حاطينه هنا اللوجو بتاعنا، لأن هو ده الأساس. يعني هذا الرجل كان سابق عصره بكتير، كان شايف قدامه، كان عارف إن القوة الناعمة وإن الشباب لازم يرتبطوا بالقراءة من صغرهم. فعمل مشروع القرن الثقافي علشان يربط الشباب شهريا بعدد كتير في سلسلة، يبدأ دايما متابعها، يشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي بعد ده، يعني البطل هيحصل له ايه بعد كده، أشبه بالمسلسل. هو فكر الفكرة دي كأول ناشر في مصر عملها، ومنها اكتشف أعلام كانوا وقتها مجهولين. الدكتور نبيل فاروق كان طبيب لكن ما كانش كاتب، الدكتور أحمد خالد توفيق كان طبيب لكن ما كانش كاتب. يعني قدر بعبقرية الناشر يصنع نجوم لروايات مصرية. سمعت خبر عن لقاء حضرتك برئيسة وزراء باكستان. ممكن تحكي لنا عن التجربة دي؟ طبعا ده شابتر او فصل في كتابي الجديد يا مسافر وحدك، وهو كتاب يعني ليه كده طابع خاص، انه ادب رحلات، لكن مش ادب رحلات بالمعنى التقليدي، هو ادب رحلات ممزوج بتجارب غنيه جدا جدا. منها طبعا لقائي مع بنازير بوتو الشهيده، اللي هي طبعا شخصيه كاريزميه خطيره جدا، قادت كفاح كبير وقادت مشوار سياسي ويعني مشرف جدا. شافت ابوها وهو بيعدم قدامها، كان رئيس وزراء باكستان برضه وهي طفله، وانقلب عليه اقرب مساعديه يعني. وبعدها خاضت بقى نضالها بره باكستان لانها طردت خارج باكستان، ورجعت تاني تخوض انتخابات وتكسب وتبقى رئيسة وزراء. فقصة درامية قوية جدا. أنا كنت حريصة إن أنا أقابلها، وعملت يعني المستحيلات عشان آخد الميعاد ده معاها في إسلام آباد، وحصل اللقاء ده موجود تفاصيله في يا مسافر وحدك. مش بس كده، طبعا فيها فصول عن لقائي في أمريكا، يعني 9/11 كنت موجودة في أمريكا في نيويورك، كنت موجودة في اسبانيا، في ايطاليا، في المدن الاندلسية كلها. هو جولة مختلفة، رحلات تجارب، مش رحلات عادية، هي تجارب غنية. يعني أنا أقدر أقول إن يا مسافر وحدك طبعا على اسم الأغنية الشهيرة بتاعت الموسيقار محمد عبد الوهاب. لأن السفر تجربة روحانية قبل ما تكون تجربة مكانية. إحنا مش بنقلع بره المكان، إحنا بنقلع بره نفسنا وبنشوف أكتر نفسنا من بره، يعني بنبقى عيننا بره ونشوف جوه. فهي تجربة فلسفية كونية، يعني أعتقد يا رب تعجب القراء إن شاء الله. طب حضرتك ككاتبة وفي نفس الوقت مستشار النشر الثقافي بروايات مصرية للجيل، كانت التجربة عاملة ازاي من ناحية عشان الإصدارات دي كلها تطلع، اللي عايزين نعرف تجربة حضرتك فيها، ومن ناحية تانية في عمل محتاج يخلص قبل معرض الكتاب؟ بص، تجربتي طبعا مع روايات مصرية للجيل كمستشار النشر الثقافي تجربة من أغنى التجارب، لأن أنا فخورة إن كل الأغلفة دي إنتاج سنة واحدة السنة دي.
فمجهود كبير، اختيارات قوية جدا ودقيقة، وكنت عندي لجنة قراءة قوية بتدقق في كل عمل بيقدم لنا. يعني دول 32 عمل من أكثر من 160 عمل اتقدموا خلال السنة. في انتقاء، في رغبة في الإتقان، ورغبة صادقة. طبعا أنا كاتبة، أنا بحب الكتابة وبحب الكتاب وبحب المواهب الجديدة. فكان يعني عندي إحساس إن دي رسالة لازم تكمل، رسالة الأستاذ حمدي مصطفى ورغبة الأستاذ مصطفى حمدي الحقيقة وتفانيه في إن هو يعمل النقلة الثانية والانطلاقة الثانية اللي أنت شايفها دي النهارده. ومن فعل ما بدأ المعرض الجناح ده ما بيفضاش، فكان لازم يبقى الرصيد من الإصدارات السنة دي مختلف شكلا وموضوعا، طباعة، أغلفة، ديزاين، كل حاجة تبقى مختلفة. القرن الأخير برضه الدكتور سيد زهران، كامب الإنجليزي والأستاذ وائل هنيدي، ملابس جديدة للأستاذ عمرو الحسيني، أوتيل سان روزان، ليلى تبارك الإسكندرية قدم للتاني. عندنا بقى قائمة أعدائي على انستجرام، البيت الأول شارع الثاني ده دكتور مجدي الكوشي طبعا كاتب كبير. عندنا قائمة أعدائي على الانستجرام، ده تجربة خارجة من ورشة كتابة مع الأستاذة شيرين هنائي. اديناها المؤسسة، اديتها منحة للكتاب الموهوبين، وخرج منها دول 2 يعني سيدات مشاركين في هذا العمل. دي تجربة جديدة. في تجربة تانية اللي هي مدرسة الأشباح الليلية، 3 برضه دول نتاج الورشة، 3 مشاركين في العمل ده. احنا عندنا أعمال أنا فخورة بيها، في أعمال للأطفال، دكتور منير عتيبة والأستاذ الدكتور حسين عبد البصير، أقلام كبيرة جدا وشخصيات كبيرة عاملين لنا كتب للأطفال عالية المستوى، طباعة فاخرة جدا زي ما انت شايف. يعني طباعة تحس ان انت بتشوف قصة أجنبية مش مصرية. المستوى والمحتوى والديزاين هو ده شعارنا في 2026. مين اللي بيدعم بقى كل هذا الجهد؟ الأستاذ مصطفى حمدي، لازم نشكره فعلا لأنه داعم حقيقي لهذه الانطلاقة وصاحب هذا القلق والنجاح اللي احنا شايفينه كلنا في هذا الموضوع. أنا تجربتي أنا بقى بشكل خاص أنا سعيدة بيها، فخورة جدا إن أنا قدرت أطلع الإصدارات دي كلها في زمن قياسي. بشكر طبعا الأستاذ مصطفى، بشكر المهندس محمد الزيات مدير المطابع اللي قدر يطلع لنا الطباعة الممتازة دي. بشكر الأستاذ حسام كامل اللي عامل الأغلفة الرائعة اللي انتم شايفينها دي، مصمم أغلفة رائع جدا. بشكر الأستاذة إنجي الألفي المشرفة على كل هذا المسائل الإدارية كلها واللي هي مديرة الجناح. وبشكر الأستاذ وائل نظمي اللي هو مدير المبيعات للدار، كل المجموعة. وبشكركم طبعا انتوا برضو شركائنا في هذا العمل وبتظهروا للجمهور قد ايه الجهد المبذول وقد ايه الشغل اللي يعني مختلف. نقدر نقول ان احنا شغلنا مختلف وان احنا سعداء بهذا الشغل، وان شاء الله بنوعد جمهور قراءنا انه في 2026 27 بقى الموسم الجديد اللي بعد المعرض هيكون في مفاجآت اكتر واكتر، هيكون في فروع للنشر مختلفه. شكرا جدا يا دكتور نوال، وبجد اتبسطنا جدا باللقاء مع حضرتك.